بالصدفة شافت جثة ابنها على تلفزيون في معرض المتحف الجثث الحقيقية. لايك متابعة تحدي يوصل 400 ألف مشترك خلال رمضان، فتابعوني. هذا الشاب اسمه كريستوفر أريك، في عام 2019 توفى. الأم اللي اسمها كيم سميث راح سلم جثة ابنها لدولة. موظف المسؤول اللي عن الجثث كتب بالغلط انه هي جثة ما حدا مطالب فيها، واحد مشرد او ما عنده عيلة. المهم الشخص اللي مسؤول عن حرق الجثث قالت لكيم سميث انه نحن حرقنا جثة ابنك، وسلموها قلاية من الرماد جثة ابنها. يعني باختصار خدعوا كيم سميث وهي ما بتعرف. في شهر مايو عام 2025 الام كانت عم تحضر احد القنوات التلفزيونية بالصدفة، فجأة ما بتشوف إلا في جثة معروضة في متحف الجثث الحقيقية تشبه جثة ابنها 100%، من خلال شكل الراس، من خلال الوشمة اللي على صدره وعلى كتفه وحتى على جبهته. أول ما راحت على متحف شافت جثة ابنها 100%. كيم سميث رفعت قضية عليهم، هن صار يقولوا للعالم انه هي جثة متوفي من عام 2012 وما حدا كان مطالب فيها. الام طلبت تحليل DNA من إدارة المعرض او المتحف، لكن إدارة المتحف رفضت وقالت انه هي جثة تعود لشخص صيني متوفي من عام 2012. ولحد هي لحظة ما صار اي شيء، لا عملوا تحليل DNA ولا اي شيء، هنن في معركة قانونية. وبس تقدروا تلاقوا هيدا الايموجي